يا بني وأنت يا بنيتي، أليس لك طلب عند الله؟ ما عندكم طلبات؟ ما عندكم أمنيات؟ ألا تريد زوجة، وظيفة، مال، سيارة، سعادة، فرحة؟ هذه ليست عند أمك ولا أبيك. ألا تريدها؟ أخبرك عن وقت في اليوم، وكل يوم وكل ليلة لا يتغير هذا الموعد ولا يتبدل، والله لو قمت فيه لن تجد هذا الموعد يتبدل. يقينا بجلاله أقسم أنه يسمعك ويناجيك ويرد عليك. إنه الثلث الأخير من الليل، فلماذا تنام عنه؟ الأمنيات بيده، فلماذا لا تسأله؟ اسأله المغفرة، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يا بني، من صفات عباد الله أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأن الليل كله يصلونه، فكانوا قليلا ينامون. وأنا وأنت وأعترف بذلك قليلا ما نقوم، لا قليلا ما نهجع. لماذا لا تقلب المعادلة فتجعل الليل الذي تسهره أوله في مباحات أو محرمات اجعله نوما، ثم اخلو بربك، عد إلى الله يا بني، واجعل توبتك تصحيح للصلاة، فإنها أكبر أبواب النجاة والنجاح. لماذا تستعجل في الصلاة مع أنك تخرج للحياة، وكل ما في الحياة من رزق وسعادة وأماني كلها بيد الذي كنت بين يديه؟ فلماذا تتركه؟ ليه أنت مستعجل؟ لماذا لا تذكر الله بعد الصلاة؟ ولماذا لا تصلي النوافل البعدية والقبلية؟ لماذا يا بني لا تتقرب إلى الله فيحبك؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الذي أمرني بدعوتك للصلاة هو الله، ثم أعلم أن الله عندما أمرني بدعوتك للصلاة ربط الرزق بالصلاة، واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكأنك إذا لم تصلي حرمت نفسك الرزق. والله إن تارك الصلاة محروم من الرزق، ليس المال، الرزق، أي بركة الرزق. ولذلك لماذا تحرم نفسك البركة؟ يا بني، كثرت مشاكلك وكثرت الحوادث، ولربما في عملك أنت غير مرتاح، ولربما يكيدك بعض الناس، ولربما يكتب فيك من مدير العمل فتفصل أو تنقل. أتدري لماذا؟ لماذا دائما تقول إن المدير هو اللي حاطني في راسه؟ لماذا ما تقول إنك أنت سبب النكبات في حياتك؟ لم تكن في ذمة الله فصرت في ذمة الشيطان فتسلط الشيطان عليك. لماذا لا تفسر اعتلال حياتك والضيق الذي يسكنك وتعثر رزقك وتلوم أصحابك وطلاقك لامرأتك وعدم بركة مرتبك؟ لماذا لا تقول بسبب الصلاة؟ والله إن كثيرا من أسباب تلوم الحياة الصلاة التي ما أقمناها.